أنا اليوم قريت واحد المقال بعثوه لي لزميل من الزملاء اللي هو شلغوم رفيق. شلغوم رفيق هذايا حرب لا حرب، والله ما فهمت العنوان. شلغوم ما فهمتوش. حرب لا حرب على الجزائر، فشلت نتيجة حكمة ودهاء الرئيس تبون. وراي الحكمة والدهاء شلغوم؟ وهذه إجابتنا بالأرقام الرسمية ومن مصدرها لمن شكك في رقم 9000 صحفي عبر العالم يهاجمون الجزائر. هذه اليوم كتبها شلغوم. اللي شلغوم هذايا أنا ما نعرفوش شخصيا، ما نعرفوش، لكن في وقت سابق شكرته، أثنيت عليه لأني شفته محاور رزين ومتمكن في طرح الأسئلة، متمكن لغويا، متمكن يعني. شفته حاور الرئيس أكثر من مرة، نظن مرة ولا اثنين دار حوار مع الرئيس عبد المجيد تبون. وشفته حواراته في قناة البلاد، هذا هو من شغالتي، هو يدير برنامج سياسي في قناة البلاد، ويستضيف مسؤولين ويطرح أسئلة جريئة ومتمكن. يعجبني بصراحة كمحاور. أنا عمري ما قريته، يعني مقالات ما قريتش، مقالات رأي أو تحليل ما قريتش، لكن شفته كيفاش يتحاور يعجبني. يطرح أسئلة تلقائية ومتمكن وعنده أسلوب، بالرغم من أنني لا أعرفه شخصيا. شكرته أكثر من مرة. موجود الفيديوهات، الأرشيف موجود، وين قلت هذا حوار مليح. قلت اليوم قريت المقال ما عجبنيش. مانيش عارف إذا كان غلطوه، عطاو المقال نشره في الموقع، لأنه هذا موقع الإلكتروني اللي هو مدير تاعو مسير تاعو، يا إما غلطوه عطاو المقال وهو مضى فقط حط اسمه ونشره،